أهلا وسهلا فيكم جميعا بهالفيديو الجديد، وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم على الجميع. رح نعمل اليوم وصفة القطايف، بس رح نعملها القطايف العصافيري. تابعوا مع الفيديو للآخر لحتى تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالبداية بوعاء الخلاط رح نضيف كل المكونات مع بعض. بالبداية عندي نصف كوب من السميد الناعم، وعندي كمان كوب ونصف الكوب من الدقيق أو الطحين الأبيض. أنا استعملت هون الدقيق لكافة أنواع الاستعمالات. ضفت كوب هي النص. وعندي كمان ربع كوب من الحليب البودرة، ملعقة ونص من السكر. عندي كمان رشة من الملح، رشة الملح هون لتعديل النكهات. وعندي كمان نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة، ونصف ملعقة صغيرة من المحلب. المحلب رح يعطي طعم كتير طيب للقطايف. وعندي كمان ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. وعندي هون ماء دافئ مقدار كوبين ونصف الكوب من الماء. عندي كمان ملعقة من ماء الزهر، كمان رح تعطي طعم كتير طيب مع طعمة أو نكهة المحلب. ورح نخلط لمدة 5 دقايق. كتير مهم إنه نخلط لمدة 5 دقايق لحتى يتفاعل عندي الجلوتين، هيك رح نحصل على أفضل نتيجة. تقريبا هون بعد مرور 5 دقايق شايفين الخليط صار عندي كتير ناعم. راح أغطيه وأتركه لمدة تلت ساعة لحتى يتخمر. وشايفين كيف تقل شوي قوام بسبب الخميرة، لأني اختمر عندي وصار جاهز للصب. بمقلاية تكون غير لاصقة، طبعا لازم تكون حامية. وبعدين نخفف النار لحتى ناخد أفضل نتيجة. أكيد أول وحدة أو تاني وحدة يمكن ما رح ناخد النتيجة المطلوبة، لأني بتكون النار إما خفيفة أو عالية. إذا كانت عالية رح تشوفوا إنه أخدت القطايف من تحت لون غامق، وإذا كانت النار خفيفة رح تاخد لون فاتح. إذا كانت عندي النار وسط، شايفين كيف المقلاية حامية والنار وسط، رح تتخمر أو رح تنخبز بهذا الشكل. الأطراف بالآخر رح تستوي. طبعا الصب أو ممكن كمان تعملوها أكبر أو أصغر حسب انتو نوع القطايف اللي عم تعملوها. شايفين مباشرة ما بتاخد أبدا عندي وقت، بمجرد ثواني بسيطة بتكون عندي جاهزة. وهي الفقاعات دليل على أني الخميرة متفاعلة والجلوتين كمان متفاعل، والنتيجة رائعة. شايفين مباشرة بس ما نشفت بنشيلها وبنحطها على قماشة نظيفة لحتى تمتص عندي كل الرطوبة. شايفين اللون اللي أخدته من تحت، لون كتير ممتاز. طبعا بشيلها مباشرة وبحطها على القماشة لحتى تمتص الرطوبة اللي بتطلع من الحرارة. والمقلاية اللي عم نصب فيها القطايف لازم تكون عندي مستوية تماما لحتى تاخد داير بشكل متساوي. شايفين هذا اللون وهذا الداير الحلو، هذا دليل على أني العجينة صح والحرارة صح وكل شي صح. وهيك بعد ما خلصت كل الكمية، شايفين اللون الحلو والداير الأبيض، وصفة ناجحة 100%. وهيك بعد ما بردت عندي رح نحشيها. طبعا انتو بتحشوها حسب الرغبة. أنا رح أحشيها بحشوات مشكلة. شايفين كيف العجينة عم بتلزق عندي بكل سهولة، عجينة ناجحة ومطاطية وكتير نكهتها طيبة. رح أحشيها هون بالقشطة. رح أترك لكم إذا حبيتوا رابط القشطة بالوصف. هيك صارت عندي جاهزة. ممكن كمان تحشوها بزبدة اللوتس أو البيسكوف.
بهي الطريقة وبتسكروها، وممكن كمان تحشوها بالشوكولا القابل للدهن وبزبدة الفستق، طبعا كله حسب المتوفر وحسب الرغبة. وعندي كمان هون القشطة رح أغطسهم بالفستق الحلبي لحتى ناخد لون حلو وشكل حلو وطعمة أطيب. إذا في عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبولي بالتعليقات ورح جاوبكم بأقرب فرصة. شايفين اللون الحلو للقطايف والحشوات اللي كتير طيبة، والريحة ما بدي أقولكن على الريحة وانتوا عم تخبزوها كتير رائعة. وهيك بكونوا وصلنا لختام وصفتنا لليوم. بتمنى إذا حبيتوا الفيديو تدعموا الفيديو بلايك، واللي عم بيشوفني لأول مرة يشترك بقناتي ويفعل زر الجرس ليوصلوا كل جديد، وبشوفكم بفيديو جديد.